اي شاب مصري بيجي ايطاليا اول حاجه بيعملها بيجي يتصور جنب الدومو. ده توثيق لحظات ان هو وصل لايطاليا. عندنا في فرنسا اي شاب مصري بيجي زيي وزي ملايين الشباب اول حاجه بنعملها نفسنا نروح نشوف برج ايفل. ده مش عيب ولا غلط ولا حرام. تعالى ووصل ايطاليا وانبسط وافرح واعمل كل اللي نفسك فيه. انبسط، ارقص، اعمل كل اللي نفسك فيه ولكن باحترام. خليك عايش ومتعايش زي الناس اللي عايشه حواليك. يعني بلاش جو بلطجه، بلاش شتيمه، بلاش دايما صوتك يبقى عالي عن الناس الطبيعيه. محدش قالك ما تنبسطش خالص. وتحياتي لكل شاب محترم جه هنا اوروبا وفضل محافظ على عاداته وتقاليده وثقافته المحترمه وصوته اللي دايما واطي في اي مكان. اكتر كلمه بتضايقني دايما بسمعها من ناس كتير جدا: البحر حدف علينا، البحر حدف علينا. طب ما برضه الطياره حدفت عليكم. كلمه عنصريه كبيره جدا بسمعها كتير جدا من يوم ما جيت فرنسا وبسمعها كتير جدا في ايطاليا. البحر حدف علينا. في شباب كتير جدا مولودين هنا واخلاقهم مش كويسه. في شباب كتير جدا جم طيران واخلاقهم مش كويسه. في شباب هنا البابا والماما مصريين معاهم الجنسيه الايطاليه والابن اتولد ايطالي وبرضه اخلاقه مش كويسه. فمالوش علاقه بالبحر او اللي معاه الجنسيه او اللي جاي طيران او حتى اللي جايبها ماشي. تقول لك البحر دوت بيدفع فلوس كتير جدا علشان يجي. ممكن يدفعها في اتجاه طيران ويجي طيران زيك زيه، ولكن ساعتها هتقول الطيران حدف علينا؟ مش هتقولها. كلمة عنصرية أنا بكرهها وضدها تماما. في ناس هنا كويسة، في شباب ناجحين جدا جم بحر قدروا يبنوا أخلاقهم ومستقبلهم وحياتهم وقدروا إن هم يعملوا حاجة لنفسهم. يكفي النجاح بالنسبة لأي شاب هنا في أوروبا إن هو عارف يأكل ويشرب نفسه ويبعت لأهله فلوس. ده قمة النجاح. عاوز اقول لك شباب كتير جدا برضه جيت بحر مؤخرا مش كويسة، ولكن بلاش لغة التعميم. وبرضه في ناس جت طيران ومش كويسة. فخلينا دايما نقدم حملات ايجابية نساعد الشباب دي ونسمعهم ودايما نعرف هم عاوزين ايه. اقتنع تماما مفيش حد اتولد وحش. ممكن الظروف الصعبة اللي هو عاشها في مصر او ظروف اهله الصعبة هي اللي خلته يجي هنا، ولكن ملقاش يد العون من اي حد كبير هنا يقف جنبه ويتكلم معاه. انا بشوف بعض النظرات العنصريه من الناس المجنسين والناس القدام للشاب اللي لسه جاي جديد عشان جاي بحر. عشان التعميم لغه الاغبياء فانا مش بعمم. في ناس محترمه برضه بتستقبلهم وتتكلم معاهم وتنصحهم لوجه الله وبتحاول تساعدهم على قد ما يقدروا. انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ايوه في شباب كتير جدا في ايطاليا بتسيء لسمعة المصريين وانا مؤمن بده جامد جدا من اللي بشوفه على السوشيال ميديا، وده غلط فظيع وكبير. ولكن بلاش عنصرية تجاه اللي جاي بحر او اللي جاي طيران. دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. حاولوا في كل مدينة تعملوا مكان تجتمعوا بالشباب دول وتجمعوهم تتكلموا معاهم تفهموهم يعملوا ايه، يشتغلوا ازاي، افتحوا لهم سبل عمل كتيرة جدا غير السبل اللي انتوا عارفينها. المصيبة السوداء والكارثة الكبيرة اللي انتوا مش عارفينها، بعض الشباب هنا لما جه لقى ناس قديمه في البلد وجهته لطريق مخدرات وطريق غلط، ملقاش حد ياخد بايده ويوري له الطريق الصح. رساله شكر للاستاذ محمد عبد الجليل هو اللي قعد معايا وفهمني حاجات زي كده كتيره جدا، ولقيت الراجل ده نظريته مختلفه تماما مع الشباب اللي جايين بحر. قال فيهم شباب كويسه وفيهم شباب بتكلم معاهم، والراجل ده اتكلمت معاه لقيته فعلا بيقول لي كلام عاقل جدا وموزون جدا. فتحياتي لبتوع البحر المحترمين، ربنا يوفق كل شاب محترم جاي هنا بياكلها بالحلال. انتوا مثال مشرف لبلادكم ويا رب نرتقي ونقدم كل ما هو مفيد. وعاوز اقول لك السوشيال ميديا السلبيه ما بتاكلش عيش، ولكن هتضرك هنا وهتضرك عند اهلك وهتضر بلدك وهتضر دينك وهتضرك عند ربنا. ملهاش اي نفع التقليد الاعمى. وصدقني كل واحد بتقلده في اتجاه سلبي في النهاية آخرته سيئة جدا. هذا الفيديو لا أختص أي أحد بكلامي، كلامي على وجه العموم، وربنا يوفق الجميع. قريب وأنا في ميلانو أقدم لكم نماذج مصرية جاية بحر ولكن ناجحين ومحترمين وشباب زي الورد. شكرا جدا لحضراتكم من أمام الدومو من ميلانو. تعالوا تصوروا وانبسطوا واعملوا كل نفسكم فيه. انتوا جايين تشتغلوا وتشقوا، فنفسك ليها حق عليك إنك تخرج وتتمتع وتعيش الحياة، ولكن بدون ما تأذي حد، ولكن بدون ما تجرح حد. محدش حاشك انك تروح وتيجي وتتمتع وترقص وتعمل كل نفسك فيه، ولكن بدون تجريح وبدون كسر الثقافة الأوروبية وبدون جرح التقاليد والعادات بتاعتهم. في النهاية احترم تحترم. السلام عليكم.